تعالَ أورّي لك واحدة من الطرق، أنا مش عايزك تجرّبها دلوقتي، بس هاثبت لك إن الAI صعب إنه يساعدك في الموضوع ده، صعب تعتمد عليه، لازم تعتمد على اللي عند الdeveloper. حلو الكلام؟ هنا أهو عمو كلود، قُلت له يا عمو كلود بعد إذنك اقترح عليَّ شوية semantic naming للtokens للcard. حلو؟ الcard ده فيه image title وdescription وcall to action. وانا عايز semantic tokens عشان اكنترول الكارد ويدث، الايمج هايت، التايتن فونت فاميلي وسايز وويت ولاين هايت، الديسكريبشن نفس الكلام، الكول تو اكشن، الباك جراوند برايمري وسكندري. خلاص انا عايز اكنترول الباك جراوند كلر للباتون والبوردر كلر والبادنج اكس والبادنج واي والبوردر راديوس والبوردر ويدث والبوردر كلر. خلاص وكمان الباتون ليبل انا عايز كنترول الفونت فاميلي والفونت سايز والفونت ويت والفونت لاين هايت والفونت كلر. والكارد ده كمان انا عايز كنترول كارد ويتس، تقريبا كنت نسيت ان انا قلتها له فوق، وعايز كنترول البوردر راديوس بتاعه والبوردر كلر بتاع الكارد. خلاص والبوردر ويتس، وعايز شادو. خلاص عايز برضو الاكس والواي والبلور والتريبت. قال لي من عينيا. ماشي هوريك بقى ايه ان عمو الاي اي لو انت مش عارف وفاهم احنا عايزين منه ايه هيسوحك ازاي، بس لو عارف وفاهم هيساعدك. لو عارف وفاهم يعني ايه سيمانتك وعارف فاهم انا الكومبوننتس اللي عندي ايه هيساعدك. ده لو انا ما عنديش لايبراري، يعني عندي الديفلوبر. فلقيته بيقول لي حلو الكارد ويتس هيبقى عندك فاريبل اسمها كارد ويتس وكارد بوردر راديوس وكارد بوردر ويتس وكارد بوردر كلر وكارد باك جراوند كلر. طب هو ده ايه حضرتك؟ هي دي كده سيمانتك؟ ده انت كده كومبوننت سبيسيفيك توكنز. ماشي. الايمج قال لي كارد ايمج هايت كارد ايمج بوردر راديوس. بص كمان التايبوجرافي قال لي كارد تايتل فونت فاميلي كارد تايتل فونت سايز. طب ما ده كومبوننت سبيسيفيك توكن. ماشي. فبدا حاطط لي طبعا اسامي الكومبوننت قدام تريبت كله هنا حتى بدا الباتون كله نفس الكلام، الباتون سبيسنج برضو بدا. خلاص وبدا يديني اكزامبلز وبالكود. فانا ايه وبدا بص يخترع لي بقى ويقول لي بص الفاليوز بتاعهم وعاش بقى وسرح. ماشي. قلت له ايه ولا انا بقول لك انا عايز سيمانتك، ده مش سيمانتك اللي انت مديوني، ده كومبوننت سبيسيفيك توكن. قال لي عندك حق انت صح. ماشي. وقال لك هعمل لك سيمانتك ترو سيمانتك توكنز. خلاص بدا يفهم بقى يعني. بس قال لك ايه هيدنج لارج فونت سايز هيدنج لارج فونت. طب مين اللي قال لك ان انا عندي هيدنج لارج؟ يعني احنا انا عندي هيدنج لارج واكس لارج. فانت لازم تكون فاهم انت عايز ايه عشان تطلب منه ايه وتقول له يعدل لك ايه. جه هنا في التكست قال لك تكست برايمري تكست سكندري انتراكتيف ديفولت. جه في السبيسنج قال لك سبيسنج كومباكت مودريتد ريلاكس. بدا يشتغل حلو اهو. البوردر قال لك اير لاين جراوندد بلارج. قال لك مثلا الشادو قال لك اليفيشن سيرفيس واليفيشن اوفرلاي. اعتبر ان انا عندي 2 شادو، انا عندي واحد مثلا. بس بدا يقترح يعني يقول لك لو مثلا الاكس 0 بعد كده 1 بكسل 3. ماشي. لو واحد تاني 0 و4 و12 يعني 2 different shadows. وصلت؟ حط لي ستيتس مع ان ما قلتلوش ان انا عندي ستيتس للديفولت والهافر. بالك؟ ماشي. وبدأ يكتب شوية تفاصيل. تعال اوريك انا قلت له ايه. بدأت اطلب منه شوية تعديلات. قلت له في التايبوجرافي سيمانتنج انت نسيت تقول لي الفونت فاميلي. بص ينسى حاجات. نسيت تقول لي الفونت فاميلي بتاع الهيدنج للبادي للهيدنج والبادي، ونسيت تحط لي الفونت ويت للبادي. خلاص كانش حاطه. ماشي. وفي الكالر سيمانتك انت برضو نسيت الكارد باك جراوند والكارد بوردر كالر والباتون بوردر كالر والكارد شادو كالر. فين يا عم الكلام ده؟ ماشي. البوردر ويتس قلت له انا عايز 2 اوبشنز للبوردر ريدي وللبوردر ريديس عايز 4 او 4. هنا قلت له 2 او 3، هنا قلت له 4 او 4، 4 او 5. خلاص. وجيت اقول له في الشادو قلت اما اشوف هيعمل ايه ذكي ولا هيعمل ايه. اديت له تشالنج قلت له انا عايز في الشادو بقى الاسامي تبقى سيمانتك، يعني ما تقوليش اكس وواي مثلا، فاهم؟ فبدا يضيف الحاجات اللي كان ناسيها. الفونت فاميلي بدا يضيفه. ماشي. والفونت ويت كان ناسيه في البادي ضافه. ماشي. وبدا يديني حاجات. ما كان عنده هنا مشكله ان الكلام بيختفي تحت فما عرفتش اشوف كويس. افتكر ان انا بعد كده قلت له اديني الكلام.
ماشي. قلت له اخمس، قلت له امسح لي البوكسز، فبدأ يمسح لي البوكسز ويديني هنا الكلام مظبوط عشان اقدر اشوف كل الكلام. المهم مش هتعرف تاخد هذه الكونفرزيشن مع ال AI غير مع حاجتين: ان انت يكون عندك رؤية برضو الكومبوننت عامل ازاي، وان انت تكون عارف الاسامي المفروض تبقى فيها ايه، وازاي هي سيمانتك، وازاي هي مش component specific tokens، وازاي هي مش alias. خدت بالك؟ لكن هيساعدك ويحل لك مشكلتين. اول مشكلة انه طريقة التسمية والكلمات زي muted subtle default interactive الحاجات دي service الكلام ده. الحاجة التانية انه ممكن يدي لك كود تاخده تعمل له import على فيجما فالفاريبلز تتكريت. فالتشالنج هنا مش ان انا اطلع الكود وان انا اطلع توكنز، قد ما ان انا يكون عندي رؤية انا عايز ايه، وفاهم يعني ايه semantic naming علشان يطلع لي الحاجة مظبوط. دي من الحاجات اللي هتساعدك. فانا برضو ممكن اشير معاكم هذه الكونفرزيشن. طبعا انا بستخدم هايكو 4.5 اغبى واحد في كلود عشان اوفر توكنز، فكان لو فيرجن تاني اقوى كان يبقى عندي نتيجة احسن. بس هيقابلك نفس التشالنجز بتاعت طريقة النيمينج وبتاعت ان عندك رؤية للكومبوننتس وهكذا.